السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كانت قادمه للملعب كلها، شغف كلها ايضا عزيمه باش نشوف فرجه على مستوى الملعب. تعطى في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام انطلاقه هذه المقابله، كره ملعوبه على مستوى الخط الامامي، بقات هنا الانطلاقه باش ميدوش بالراس، رجعت مره اخرى على مستوى خط الوسط، ولاحظوا هنا الصراع اللي كيجي مع انطلاقه هذه المواجهه على مستوى خط الوسط، امكانيه ديال التصويب كترجع مره اخرى هذه المره لصالح فريق المغرب الفاسي. تمريره في اتجاه محسن بوريكا كينطلق بالكره ديالو دخول داخل منطقه الجزاء، عمليه هجوميه تصويبه، محاوله يمكن نعتبروها الابرز حتى الان طريقه ديال بناء العمليه الهجوميه من جانب محسن بوريكا اللي انطلق بالكره ديالو على مستوى الخط الامامي. ممكن نعتبروها اخطر محاوله للتهديف في الشوط الاول من عمر هذه المواجهه، رغم التغطيه وخاصه التدخل اللي كان من عبد الخالق حميدوش اللي دخل في اخر لحظه. جهه اليسرى جيراني كيحاول يوصل للكره، يري الجيراري من الجهه اليسرى، تصويبه مشات فوق المرمى بسنتيمترات قليله، واحده من المحاولات. ثاني تهديد ممكن نعتبروه حقيقي من جانب فريق المغرب الفاسي بعد مضي تقريبا ربع ساعه من اللعب، 15 دقيقه. لاحظوا الجيراني من الجهه اليسرى يعني صوب الكره ديالو، كره اماميه، هجمه من جانب عناصر فريق نهضه زمامره، عمليه اختراق دخول، صويبه، محاوله سانحه للتهديف، يمكن نقول الاخطر من جانب فريق نهضه زمامره لحد الساعه بطريقه ديال انزال الكره بهذا الشكل هذا. لاحظوا كيفاش انه اللاعب بالي هو اللي قام بتصويبها، لعبها بخارج قدم، لعبها يعني الزاويه البعيده، ولكن مشات مباشره الى خارج او فوق المرمى بسنتيمترات قليله. تمريره في اتجاه اللاعب عماد الرياحي كيدخل داخل منطقه الجزاء، محتاج تصويبه، محاوله يتصدرها الحارس، لا زالت مستمره لصالح فريق المغرب الفاسي. كره اماميه لعبت بهذه الطريقه من جانب فريق المغرب الفاسي، كان خلف الكره عماد الرياحي بالاضافه للاعب اللي كنشوفوا امامنا محسن بوريكا. لاحظوا هنا طريقه التصويبه الاولى ثم بعد ذلك الاستمرار في استثمار هكذا كرات، التصويبه الاخيره الى خارج الخط الخلفي الملعب، ملعوبه لكره على مستوى الخط الامامي، تمريره، فرصه اختراق داخل منطقه الجزاء، محاوله سانحه للتسجيل جات من جانب فريق نهضه زمامره، وبالضبط من الجهه اليمنى. العمليه الهجوميه اللي كان بالامكان ديالها انها تقدم الاضافه، عبد الرحيم خدو، محمد هبالي كيلعب بشكل سريع، تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، الحارس ينقذ الموقف، الحارس صلاح الدين شهاب ينقذ الموقف بتدخل جيد وكيعطي ارتياح نوعا ما للدفاع ديال فريق المغرب الفاسي. لاحظوا القراءه ديالو، البالي رفع الكره داخل منطقه الجزاء وتمكن صلاح الدين شهاب من ابعاد الخطوره. صلاح الدين شهاب تلعب هذه الكره راسيه، فرصه، محاوله، هدف، والهدف الاول في مباراه اليوم. نهضه زمامره يتقدم، نهضه زمامره يضع عنوان وبصمه خاصه في مباراه اليوم، 1-0 نهضه اتلتيكو زمامره، والهدف الاول في مواجهه اليوم امام فريق المغرب الفاسي. لاحظوا الفرحه الكبيره، والهدف الذي ياتي يحمل امضاء لاعب فريق نهضه زمامره ايمن مطاوع. محاولات سانحه التسجيل، تمريره لصالح فريق المغرب الفاسي داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه، يري كان قريب من استثمار كره وائيه، ولكن الشرقاوي كان في المكان المناسب. اللاعب يري جوسين، لاحظوا هنا كيفاش انه جات تمريره بالراس داخل منطقه الجزاء وكيتمكن من التقاطها الشرقاوي في الوقت المناسب. طارق السكتيوي يتابع، وصافره تاتي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من حكم مباراه اليوم، الحكم السيد يوسف تريكي، معلنه منهيه على تفاصيل الشوط الاول من عمر هذه المواجهه يعني بهدف واحد مقابل لا شيء، هدف لاعب ايمن مطاوع، وبالطريقه اللي تابعناها اللي كانت طريقه جيده. ثلاثه ديال التغييرات دفعه واحده من جانب فريق المغرب الفاسي، خيارات تكتيكيه من المدرب طارق السكتيوي. اعطيت انطلاقه الجوله الثانيه، انطلقنا الان في 45 دقيقه الشوط الثاني من عمر هذه المواجهه.
يرفع كرة أمامية، محاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف لصالح فريق المغرب الفاسي. الموقع واللاعب مصطفى ساد الذي يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل. طريقة جميلة ديال إنزال الكرة داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك قراءة سليمة تموضع ديال الحارس مصطفى ساد اللي كيتمكن التسجيل. هنا غادي نشوفوا القوة ديال المدرب اللي هو طارق السكتيوي اللي دخل هذا اللاعب هذا في الجولة الثانية، واللي تمكن مصطفى ساد باش انه يغير النتيجه. لاحظوا هنا التمريره ايضا بالمقاس، الكره من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه باتجاه بالي ماذا يفعل؟ يحافظ على الكره ديالو، كينطلق داخل منطقه الجزاء، كيحاول يصوب كره جميله فوق المرمى بسنتيمترات قليله، فوق المرمى. محمد بالي على الصوره، اللاعب السابق سوء فريق اولمبيك تشيرا. العمليه الهجوميه، البناء ديال العمليه الهجوميه بهذا الشكل، بعد ذلك قام بالمراوغه ولعب الكره في الزاويه البعيده. حوار لا زال مستمرا. المغرب الفاسي، الانطلاقه الهجوميه من الجهه اليسرى، بوريكا ينطلق، بوريكا يبحث عن التمريره الاماميه داخل منطقه الجزاء، والهدف الثاني، الهدف الثاني للمغرب الفاسي، الهدف الثاني من تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء يتم بلورتها بشكل ممتاز. جراف اللي نشوفوه الان الكاتب الاداري، ونشوفوا ايضا طارق السكتيوي على مستوى دكات الاحتياط. السعاده البالغه الكبيره من الهدف الذي اتى من جانب اللاعب البدوي الذي يضع الكره في المرمى. محمد بدوي يضع الكره في المرمى. الاسماء الاحتياطيه تفعل ما تشاء في مباراه اليوم، والجماهير الفاسيه سعيده. لاحظوا طريقه البناء، العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى، هنا المحاوله، هنا الاعداد، هنا التهيئ، هنا التحضير، وفي اخر المطاف ياتي الهدف. حدراف من الجهه اليسرى يساند الخط الهجومي، محاوله داخل منطقه الجزاء، وهدف، هدف لصالح فريق نهضة زمامرة. كره ملعوبه، تمريره جانبيه، وهدف ياتي بهذه الشاكله وبهذه الطريقه. وزكريا حدراف بصناعه اللعب، نعم بصناعه للعب في اللقطه الماضيه، فيما القرار من الحكم المساعد كان فيها تسلل. تمريره الجهه اليمنى في اتجاه عيد علال، البحث عن التصويب، كره داخل منطقه الجزاء مستمره، تصويبه، محاوله مره ثانيه، وفي اخر المطاف الى خارج الخط الخلفي. زكريا حدراف يشوف فيها لمسه يد داخل منطقه الجزاء. واحده من الفرص، واحده من المحاولات اللي كان فيها اصرار من اجل الوصول للمرمى فريق نهضة زمامرة الذي يلعب هذه الكره على مستوى الخط الامامي. كان فيها لمسه يد ام لا؟ شوفوا هنا، هنا المحاولة، هنا الكرة، إبعاد الخطورة من جانب لاعب نسيك. هذه من زاوية أخرى، في مباراة عنوانها البحث عن الفوز. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم المواجهة يوسف تريكي على نهاية تفاصيل هذه المقابلة بالنتيجة المعروفة. هذا